السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. في هذه الحلقة سوف نرى كيف أن الله عز وجل فضح محمد بن شمس الدين. وما تزعلش على الكلمة دي، عشان أنت حتشوف بنفسك لو أنت إنسان منصف كيف أن محمد بن شمس الدين فعليا فضح نفسه واختار أن يعامل بهذه الطريقة. بدل أن نرد عليه ردا علميا وفقط ونناقش المسألة العلمية، لا، هو اختار حرفيا أن يذل نفسه وأن نرد عليه بهذه الطريقة التي سوف ترونها. محمد بن شمس الدين طعن في الشيخ أبو عمر الباحث وقال عنه أنه أباح الشرك وبرر الشرك وأن الله عز وجل قد فضحه. فخلينا نشوف ماذا بعد أن أباح الشرك. هناك شيء أعظم؟ والله ما ندري. يعني الشرك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال الشرك، ما بقي بعد ذلك شيئا، والحمد لله على فضيحتهم. سوف نرى بعد قليل من الذي فضحه الله شر فضيحة. لكن سؤال يطرح نفسه، لماذا لا ترد على الشيخ أبي عمر الباحث الذي بحسب زعمك يدعو ويبرر إلى الشرك؟ تفضل. هل سترد على افتراء أبي عمر؟ لا. أنا قلت كلمات في بث البارحة حول ما افتراه، ولكن خليه وربه سبحانه وتعالى. وصلت بهم إلى إباحة الشرك، ما ندري ماذا سيبيحون أكثر من ذلك. مو الإباحة، أقصد التبرير، اللي هو نوع من تخفيف الأمر. بلا ما ترقع، كلامك كان واضح وصريح في أكثر من مقطع أنه يبيح الشرك. فحتى لما الآن تقول أنه يبرر الشرك فهي نفسها، يبيح الشرك يبرر الشرك، نفس المعنى. أنت حتى لما حاولت تغير ما تغيرتش كتير. لكن تقول أنه طالما أنه أباح الشرك فخليه هو وربه. طيب أنت تعتقد أنه السيوطي أباح الشرك، لماذا لم تتركه وربه؟ مش قناتك المفروض ترد فيها على أهل البدع والأهواء وأهل الضلال والمنحرفين عن السنة والذين يدعون غير الله؟ مش هذا هو المفروض هدف قناتك؟ فالمفروض من باب أولى الشيخ أبو عمر الباحث اللي عنده أكثر من 800 ألف مشترك والذي يتابعه ملايين الناس، المفروض أن ترد عليه من أجل أن لا ينغر الناس ومن أجل أن لا يعتقدوا بعقائد باطلة. لكن أنت عارف حالك أنك واحد كذاب، لأن الشيخ أبو عمر الباحث لم يبيح الشرك ولم يبرر الشرك ولا غير ذلك من الأمور، بل أنه ألزمك إلزامات أنت لم تستطيع الرد عليها. فلهذا من أجل أن تتملص من هذه الإلزامات قلت أنه يبيح الشرك وأنت تعلم يقينا أنك كذاب. طيب أنت ترى أن الشيخ أبو عمر الباحث يبيح الشرك بحجة أنه دافع عن السيوطي الذي بحسب كلامك يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يكون مشركا. فلما يأتي الشيخ أبو عمر ويدافع عنه ويقول أنه لا يستغيث الاستغاثة المحرمة وإنما المقصود هنا الاستعانة، تقول أنه يبرر للشرك. طيب ماذا عن السفاريني؟ ماذا عن السفاريني أيضا الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ردك على هذا الكلام؟ وقد تم إلزامك بهذا الإلزام بأنه السفاريني اللي هو إمامك الذي تضعه في موقعك الرسمي على أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ما قولك فيه؟ هل هو مشرك أيضا ومن يبرر له يكون مشركا بدوره، أم أنه السفاريني مكذوب عليه ومفترى عليه ولم يصح هذا الكلام عنه؟ خلونا نسمع. هل صحيح أن السفاريني استغاث بغير الله؟ والله إن استغاث بغير الله فقبحا له، لكن لا يثبت عندي أنه استغاث بغير الله، ولم لم أقرأ له أنه استغاث بغير الله. والله مثل هذا الرد لو أنه صابر مشهور على ضلاله رد على الشيخ أبو عمر لكان رده أحسن من هذا. أنت باؤك تجر ونحن باؤنا لا تجر. أنت لم يثبت عندك أنه السفاريني استغاث بغير الله، فيبقى أنت لا تبيح الشرك ولا تبرر الشرك. لكن لما أبو عمر الباحث يقول أنه لم يثبت عندي ويأتي بالدليل على أنه الاستغاثة بمعنى الاستعانة، يبقى يبرر الشرك ويبقى يبيح الشرك، اللي هو حرفيا لما الكلام يكون هو اللي مطلعه ما يكون فيه مشكلة، لكن لما غيره اللي يطلعه تكون فيه مشكلة. طيب يا بني آدم، شخص أنت تقول أنه يتهم السفاريني بالوقوع في الكفر، بالوقوع في الشرك، أنت المفروض تعمل إيه؟ طالما هو إمام من أئمة أهل السنة كما أنت كتبت في موقعك الرسمي، إمام من أئمة أهل السنة، تم اتهامه بالشرك، تم اتهامه بأنه يستغيث بغير الله،
أنه يدعو غير الله. المفروض أنت كشخص سني تدافع عن أئمة أهل السنة والجماعة الذين تروج لهم في موقعك، المفروض تذب عن عرض هذا العالم وتبين أن الكلام الذي نسب حوله كلام باطل، والرجل لم يستغث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو غير الله، لكنك لم تفعل هذا، بل قلت أن الموضوع لم يثبت عندك. يعني أنت وين عايش؟ يعني واحد تكلم في الإمام، روح لنفس الصفحة، روح لنفس الكتاب وتأكد هل الكلام الذي قيل عنه ثبت أو لم يثبت. لكن الحمد لله بعد إصرار من الإخوة من أجل أن يرد، فعليا علق على هذا الموضوع، وصراحة الآن أنا تفهمت لماذا لم يكن يريد أن يرد. هل صحيح ما قاله أبو عمر الهارب بأن الإمام السفارين استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا لما قرأت هذه ما فهمت منها أنها استغاثة بمعنى الاستغاثة. الرجل كان يتخيل موقفه يوم القيامة وأنه سيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ بيدي. هذا واضح من سياق الكلام كله، يقول إني أتيت في يوم القيامة، إني أتيت بلا علم ولا عمل. فهو متخيل موقفه كيف أتى يوم القيامة بلا علم ولا عمل ويقول للنبي خذ بيدي. أنا مع خلافي معك يا محمد بن شمس الدين، لكن والله ما توقعت منك مثل هذا الرد الغبي. يعني لما السيوطي يقول أقول مستغيثا بالنبي، لما يأتي الشيخ أبو عمر ويقول لك الاستغاثة هنا بمعنى الاستعانة، تقول لا، هنا أبو عمر الباحث يحرف معنى الكلام، والاستغاثة هنا معناها الاستغاثة المحرمة التي لا تجوز. لكن لما السفارين يقول صراحة ولقد قلت مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول هنا ليست الاستغاثة بمعنى الاستغاثة. أنت بلازم كلامك يا محمد بن شمس الدين تبيح الشرك وتبيح الكفر وتبيح دعاء غير الله عز وجل. أنت هذا بلازم كلامك. يعني أنت أخذت بيتا من البيوت وتركت كلام السفارين الأول الذي عرضه الشيخ أبو عمر الباحث. يعني أنت في نفس الصفحة، المفروض يعني لو أنك قرأت نفس الصفحة لتبين لك أن السفارين يقولها صراحة أنه قال هذا الكلام مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول قالها في يوم القيامة. طيب يا محمد بن شمس الدين، هل أنت أصلا تبيح لأي شخص أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يتكلم عن يوم القيامة؟ يقول أنا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقصد بدعائي أنه سيشفع لي يوم القيامة. طيب ستقول لي ما هو في هذه الحالة سوف يدعو حيا. طيب ما السيوطي أيضا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وقد بين هذا في كتابه، وقد نقل الإجماع الذي هو يعتقد به أن النبي صلى الله عليه وسلم حي. وقد تكلمنا في الموضوع سابقا أن الأشعرية عندهم شبهة في هذه المسألة، منها لما المسلم يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. قولهم خطأ، أنا لا أقول أن قولهم صحيح، لكن في شبهة في المسألة، فلا يكفر صاحبها بسبب هذه الشبهة أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، فهم لديهم أدلتهم في هذه المسألة، فبالتالي لا يكفر صاحبها إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي. لكنك يعني أنت تجيز أصلا أنه شخص يدعو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يتكلم عن يوم القيامة. أنت في هذه الحالة ستكون فتحت بابا من أبواب الشرك من حيث لا تعلم، وتكون تبرر للشرك. يجي شخص يقول يا رسول الله يا كذا يا كذا، لما أنت تأتي تقول لا أشركت، يقول لك لا، أنا أقصد دعاءه في يوم القيامة ولا أقصد دعاءه في الدنيا. هل ترضى مثل هذا الكلام؟ طيب خلينا نسمع باقي كلام محمد بن شمس الدين. وإن استغاث عادي يكفر، يعني احنا يعني إن استغاث اللي هو استغاثة الدعاء يكفر. ايش ذنبي؟ يعني الان اذا انت حاشاك ونسال الله يعيدك من الكفر، اذا انت كفرت انا ايش ذنبي؟ انت بتسال يعني بجد شو ذنبك؟ طيب خليني اقول لك شو ذنبك. ذنبك انك تعتبر هذا الشخص امام من ائمه اهل السنه والجماعه مثل ما نحن نفعل، ومثل ما نحن نقول انه الامام السفارين رحمه الله كان يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما انت نفسك اثبتت هذا الكلام، ونقول عادي، يعني ممكن أي إنسان يخطئ، ممكن أي إنسان معرض للزلة، ممكن أي إنسان معرض للخطأ. لكن لا، أنت طالما تقول أن السيوطي كفر لأنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه يكون السفارين أيضا كفر لأنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أنت مطالبا ببيان هذا الأمر لأنك كنت تقول عنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وتنصح بكتبه وتشرحها وتتبنى ما يقوله وتعتبره إمام يا رجل، إمام. فالمفروض لا يخطئ في باب العقيدة، لا يخطئ في مثل هذه المسائل التي تعتبر من أصول الدين، واخد بالك؟
فهذا هو ذنبك. لا، أنت الآن مطالب، لأنك قلت عنه سابقا أنه إمام ونصحت به في موقعك الرسمي، فالمفروض الآن تتبرأ من هذا الكلام وتقول أعوذ بالله، أنا كنت أروج لشخص مشرك وقد تبين لي أن هذا الشخص مشرك، فبالتالي أنا أتراجع عن وصفه بالإمامة. عرفت الآن شو ذنبك؟ لكن لنعد قليلا إلى جزئية دعاء الحي. أنت ما رأيك في شخص يستغيث بإنسان حي؟ تفضل. هل يعذر من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يظن أن النبي حي؟ لا يعذر. والله يعذر واحد لأنه يظن أن النبي حي. طيب خليني، الذي يقول لك هذا الكلام قل له استغث بمحمد بن شمس الدين. أنت في مكانك في السعودية ولا في مصر، استغث بمحمد بن شمس الدين، هذا حي يرزق الأمر. قل يا نعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، شرك أكبر، شرك أكبر، وأخشى أن يفعلها فلا تقل له، يعني بعض الناس مجانين، وإن فعلها يشرك. تخيل يرفع يديه أي حي من الأحياء يقول يا مصطفى العدوي أغثه، يشرك مباشرة. مصطفى العدوي حي، يشرك. الفوزان خليه يستغيث بالفوزان. شوف، نعوذ بالله، نعوذ بالله، صاروا يبررون الشرك لأجل السيوطي قاتلهم الله. الآن نحن من نقول قاتلك الله، أنت تبيح الشرك. أنت تقول أن السفاريني لما يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به باعتباره حيا، وأنت تقول أن هذا الشيء كفر والشرك وتبرير للشرك، فأنت أيضا بررت للسفاريني أنه يشرك بالله وأنه يدعو غير الله وأنه يعطي الدعوة لمن لا يمكنه أن يجيب هذه الدعوة، فأنت أيضا بلازم قولك تكون كفرت وأشركت وقاتلك الله. شو رأيك في هذا الكلام؟ البعض ممكن يستغرب من حدتي معه، يا راجل هذا الشخص عمال يكفر المسلمين، ناس عمال ترد عليه وتقول له أخطأت، السيوطي لم يدعو غير الله، السيوطي كان يقصد الاستعانة، يأتي ويسخر منهم ويقول قاتلهم الله ويقول قبحهم الله ويسبهم ويشتمهم. فمن الطبيعي أن تكون هذه ردة فعلنا، طبيعي أنه ردة الفعل تكون بهذه الطريقة، أن أقول له قاتلك الله، أن أقول له قبحك الله، أن أقول له أخزاك الله. والله هذا أمر طبيعي جدا. هذه الكلمات هو نفسه يستخدمها مع مخالفيه، لما يأتي يرد على شخص يقول أن السيوطي لم يدعو غير الله يقول عنه مثل هذا الكلام، فطبيعي أن أتعامل معه بنفس الطريقة. لو مش عاجبك هذا الأسلوب ما تتابعنيش وما تتابعوش، مش انك تتابعه وخلاص يعني انت شايف منه هذا الامر عادي، لكن لما ياتي شخص يرد عليه بنفس اسلوبه تشوف انه والله هذا ظلم او هذا اعتداء او هذا مش عارف شو او هذا مش عارف شو. فبحسب كلام محمد بن شمس الدين يكون السفاريني قد كفر لانه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حيا يوم القيامة، ويكون هو أيضا كفر لأنه أباح الشرك ولأنه غير معنى الاستغاثة بأنه يقصد الاستعانة، مع أن كلام السفاريني كان واضح في أنه يقول بالاستغاثة وقد قلت مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم. علما أنه أصلا يعني هو لو كان إنسان يتحرى الحق المفروض إيش يسوي؟ يعني هو أتى لكلام السيوطي، لما السيوطي يقول أقول مستغيثا بالنبي، مع العلم أنه وردت هذه الجملة بأكثر من عبارة، يعني في عبارة وقد استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو من استغاث بل هنالك عبارات أخرى. واخدين بالكم؟ أقول مستغيثا، أقول وقد أستغيث، أقول وقد استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من عبارة. فهو يعني حرفيا نبش بين كتب السيوطي ودور له على أي كلمة ممكن يقولها في معرض كلام، ممكن قالها خطأ، ممكن قالها سهوا، ممكن أي شيء، لكن لا، قال كلمة من ضمن مجلدات من كلام هذا الرجل وأتى بها من أجل أن يكفره من غير أن يتأكد أنه يعني قررها في أكثر من كتاب أو قررها في أكثر من موضع، أو ما المعنى الذي يريده منها، هل يريد منها الاستعانة أم يريد منها الاستغاثة المحرمة أم غير ذلك. لأنني من الممكن أن آتي وأقول أن الاستغاثة التي استغاثها السفاريني هي الاستغاثة المحرمة، فكيف سيرد على مثل هذا الكلام؟ إذا كانت الاستغاثة التي استغاثها السفاريني بالنبي صلى الله عليه وسلم عادية وليست شركية، فلماذا جعل الاستغاثة التي استغاثها السيوطي شركية؟ وبالعودة لموضوع السيوطي، فإن السيوطي قد نص صراحة على حرمة دعاء غير الله عز وجل، وقد نص صراحة على حرمة دعاء الموتى وعلى حرمة دعاء الصالحين لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولأن هذا مدخل من مداخل الشرك. خلينا نقرأ كلام السيوطي مع بعض.
في كتاب حقيقة السنة والبدعة الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، فيقول: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، وليس ذلك كل المقصود بالنهي، وإنما الأكبر بالنهي إنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه من بعده من الناس. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد ولا تجلسوا عليها، الحديث المتقدم. وأخبر أن الكفار كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التماثيل وبين القبور. وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن ويطعمه للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وقد ذكروا أيضا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر قوم صالحون كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أتباعهم: لو صورنا صورهم. فلما مات الأتباع وجاء بعدهم قوم آخرون أتاهم إبليس فقال: إنما كان أولئك يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وذكر ذلك محمد بن جرير الطبري بسنده. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو ما فيما دونه. ولهذا تجد أقواما كثيرا من الضالين يتضرعون عند قبر أحد الصالحين ويخشعون ويتدللون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد، بل ولا في الأسحار بين يدي الله تعالى، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تسد إليها الرحال. فهذه المفسدة هي التي حسم النبي مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة ولا ذلك المكان سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي عبدت من أجلها الأوثان. فأما إن قصد الإنسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا بها راجية للإجابة عندها، فهذا عين المحادات لله ورسوله والمخالفة لدينه وشرعه، وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه. فإن قصد القبور للدعاء رجاء الإجابة منهي عنه، وهو إلى التحريم أقرب. والصحابة رضي الله عنهم وقد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب بعد موته، فهلا جاءوا استسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق إلى الله عز وجل، بل خرج فيهم سيدنا عمر رضي الله عنه بالعباس عم النبي إلى المصلى فاستسقى به، ولم يستسقوا عند قبر النبي. ويضيف السيوطي قائلا: كما أمر الله تعالى بقوله فإياي فاعبدون، وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا تعبد إلا إياه ولا تدعو إلا هو ولا تستعن إلا به، فإنه لا مانع ولا معطي ولا مضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعدها دخل في موضوع البدع اللي هي يعني أعياد الكفار ونحو ذلك. رأينا جميعا بارك الله فيكم أن السيوطي يحرم صراحة دعاء غير الله ويحرم صراحة دعاء الأموات، لكن محمد بن شمس الدين ترك محكم كلامه واتجه إلى بعض الكلام الذي قد يفهم بغير مراده واستند عليه من أجل أن يكفر الرجل، وسوف يسأل عن هذا يوم القيامة. هذا التكفير الذي يمارسه ضد الناس سوف يسأل عليه يوم القيامة. فالآن لو أننا قلنا أنه كلام محمد بن شمس الدين صحيح وأنه الاستغاثة حصرا بالمعنى المذموم وبالمعنى الشركي فيكون لزاما عليه أن يكفر السفاريني، فأنا من الآن أقول له: يا محمد بن شمس الدين روح لموقعك وشطب اسم السفاريني.
ولا تخاف، يعني احنا حنتعامل معك بشكل جيد، يعني كل يومين او ثلاثة حتشطب اسم حد، لكن انا في هذه الحلقة يعني حتعامل معك بشكل كريم، مو السفاريني فقط، لا خليك معي في هذه الحلقة للآخر، وما حخليك تروح منها إلا وانت مشطب 3 أو 4 من الأئمة الذين وضعتهم في موقعك، ويمكن ما تمر السنة إلا وما يبقى عندك أي إمام أصلا في موقعك. نأتي الآن إلى أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، خلينا نسمع نبذة عنه من محمد بن شمس الدين. ونبدأ بالهروي أبو إسماعيل رحمة الله عليه، وهو أشهر من لقب بشيخ الإسلام قبل ابن تيمية. الإمام الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وصاحب كتاب منازل السائرين، وهو الذي في كتابه ذم الكلام نقل عن أهل زمانه ومن قبلهم قولهم في الأشعرية، فلا بد من أن تصيبه سهام المدجنة. فلنرى مع بعض من هو كبير المدجنة الذي أصابت سهامه شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب ذم الكلام وصاحب كتاب منازل السائرين. فلنرى من هو هذا المدجن الذي طعن في الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري. أبو إسماعيل الأنصاري قلتم وفعلتم السياق لم نبرئه من كل ما قيل فيه، ولكن لم نبرئه من كل ما قيل فيه ولم نثبت عليه كل ما قيل فيه، وقلنا أنه أحسن حالا من أمثال النووي وغيره. هذا كل ما في الموضوع، أو على الأقل هو مساو له. طيب ممكن تخبرنا يا كبير المدجنة يا أبا جعفر إيش هي عقيدة الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري؟ هناك الأبيات المشهورة عن أبي إسماعيل الأنصاري: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحدي. هذه الأبيات نقدها جماعة من الناس، وناس نسبوا الأنصاري إلى وحدة الوجود والاتحاد بسببها، ومن الناس من دافع عنه. وفي صوتيتي عن الأنصاري نبهت أن ابن تيمية وابن القيم نفيا عنه وحدة الوجود والاتحاد، وحتى الحلول العام، وأما الحلول الخاص فأثبتوه عليه بنصوص، فأثبتوه عليه ابن تيمية تارة وغير ذلك تارة. وهذه في الصوتية أصلا التي تم بتر شيء منها. بالمناسبة يعني هذه هي الأبيات التي ذكرها كبير المدجنة أبو جعفر الخليفي، اللي فيها الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الذي لو أخذنا كلامه على ظاهره من غير أن نفهمه بنفس الطريقة التي يمارسها محمد بن شمس الدين مع السيوطي لقلنا أنه يكفر المسلمين ويكفر الأنبياء ويكفر الملائكة ويكفر جميع مخلوقات الله عز وجل، لأنه يقول ما وحد الواحد من واحد، ينفي بالإطلاق أن هنالك أي شخص وحد الواحد اللي هو الله عز وجل، إذ كل من وحده جاحده، يعني كل شخص يدعي أنه يوحد الله عز وجل فهذا الشخص جاحد بتوحيده. يعني كنت سأقول السيوطي، شفتوا يعني على فكرة لو قلت السيوطي كان ممكن يقول لك شوف السيوطي يكفر المسلمين ويكفر الأنبياء ويكفر الملائكة، لكن أبو إسماعيل الأنصاري لا. فأبو إسماعيل الأنصاري اللي هو إمام من أئمة محمد بن شمس الدين يعتقد بالحلول الخاص اللي هو عقيدة كفرية يكفر أهل السنة من وقع فيها. فما هو رأي محمد بن شمس الدين في عقيدة أبو إسماعيل الأنصاري الهروي؟ خلينا نشوف. أنا أقول إذا اعتقدت عقيدة الهروي فأنت من أهل السنة، إذا اعتقدت عقيدة ابن خزيمة فأنت من أهل السنة وأرضاها له، لكن تأخذ بها كلها. هؤلاء الأخطاء التي وقعوا فيها هذه أنا لو اعتقدت بها هل أكون من أهل السنة؟ إذا اعتقدت بما صح عندهم وما خطأ عندهم الله أكبر. تكون أهل السنة. وأنت إذا اعتقدت بما صح عند النووي أنت إن شاء الله على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا أنه أحسن حالا من أمثال النووي وغيره. هذا كل ما في الموضوع، أو على الأقل هو مساو له. لو اعتقدت بعقيدة الهروي فأنت من أهل السنة والجماعة. لاحظوا بمبدأ محمد بن شمس الدين، فإن محمد بن شمس الدين يبيح الشرك ويبيح الحلول الخاص ويبيح تكفير الأنبياء وتكفير المسلمين، وهذا عنده هو منهج أهل السنة والجماعة. حتى لو أخذت بأخطاء هؤلاء فأنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة. يعني السيوطي المفروض يكون من أهل السنة والجماعة، لأن السيوطي أيضا عمل مثل السفاريني. فأنت طالما قبلت أخطاء الهروي والسفاريني بحجة أنهم أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة ولا يخرجون من أهل السنة والجماعة، فلزام عليك أن تقبل كلام السيوطي اللي هو عينه نفس كلام السفاريني. فأنت يا محمد بن شمس الدين الآن المفروض عليك أن تلتزم بعقيدة هؤلاء كما أنت ألزمت نفسك، وتلتزم بكلامهم في إثبات الحلول الخاص، في إثبات الشرك ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل، وفي تكفير كافة المسلمين. فشو رأيك؟ شو رأيك في الورطة اللي انت ورطت حالك فيها؟ طيب خلينا ننتقل إلى إمام آخر ونرى هذا الإمام اللي هو جمال الدين القاسمي، والذي كتبه محمد بن شمس الدين
من ضمن أئمة أهل السنة والجماعة في موقعه الرسمي ماذا يقول عنه كبير المدجنة الخليفي. خلينا نشوف. جمال الدين القاسمي جعل مسائل الصفات من هذا الباب، حتى أنه زعم أن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم مجتهدان مأجوران، فجعل الفرقة رؤوسا وذيولا خطأهم كخطأ الإمام مالك في الحديث وغير ذلك. هؤلاء أئمة محمد بن شمس الدين. على فكرة في أسماء أخرى، أنا من أجل أن لا أطيل الحلقة أنا لم أذكر هذه الأسماء، لكن ممكن أذكر في المستقبل أئمة محمد بن شمس الدين الذين تكلم فيهم السلف والذين تكلم فيهم الخلف أيضا، وأخطاء أئمة محمد بن شمس الدين في العقيدة، الذي جعل الخطأ في العقيدة يساوي إسقاط هذا العالم ويساوي يعني تضييع فضائل هذا العالم، لأنه هو عنده حتى لو اتبعت أخطاء الإمام في العقيدة تظل من أهل السنة، فهذه هي الأخطاء يا محمد بن شمس الدين. اتبع أخطاء هؤلاء وكن من أهل السنة. أنت تلزمنا تقول لنا إذا كنتم تعتبرون النووي إمام إذا لماذا لا تأخذون بأخطائه؟ لنفس السبب الذي لا تأخذ به أخطاء هؤلاء. ولا انت بقاك تجر وباؤنا لا تجر، والنقطة دي احنا بقالنا سنتين واحنا بنفهمك اياها ولا عاوز تفهم ولا عاوز تستوعب هذا الموضوع. اهو احنا وضحنا لك وشرحنا لك وبينا لك وان شاء الله تفهم، وانا عارف انك غالبا حتفهم لكن انت مش حترجع عن هذا الموقف، لانه وللأسف أنت لست من الناس التي ترجع للحق، أنت تتشبث من موقفك، أنت لا تراجع نفسك للحظة وتقول يمكن أنا فعلا غلطان، يمكن أنا فعلا كلامي طلع غلط. لا، أنت مباشرة يقول لك شخص كلمة مباشرة يبقى الشخص الآخر هو اللي غلط. مستحيل أنا أكون غلطان. أنت عمرك يعني ما تراجعت عن كلمة تبين لك خلافه للأسف. فالآن بينا لك ما هو مقصد السيوطي. أنت قلت أنه استغاثة السفاريني هي الاستعانة، وقلت أنه ليست الاستغاثة بمعنى الاستغاثة، فقلنا لك نفس الشيء بالنسبة للسيوطي، لكنك لم تقبل هذا الكلام في حق السيوطي، فلزاما عليك ولزاما علينا نحن أيضا بمنهجك ألا نقبل كلامك أيضا في السفاريني رحمه الله. وأيضا يعني كلام السفاريني كان واضح، يقول أقول مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى حرفت كلامه وقلت أنه بيتكلم عن يوم القيامة، مع أنه نص الكلام واضح وبين وجلي أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويدعوه في الدنيا لأن ييسر له أحواله في الآخرة، مثل ما ييسر له أحواله في الدنيا ييسر له في الآخرة، بنفس المبدأ الذي أنت تتبناه. فما تجيش تقول لي أصل لا هو هنا يتكلم عن الاستعانة اللي هي مش شركية، وتيجي للسيوطي تقول لي لا هو أكيد يقصد الاستعانة الشركية. لا تجعل بغضك للأشاعرة وبغضك لهؤلاء الذين لا تعتبرهم من أهل السنة يجعلك تفجر معهم ولا تعاملهم بنفس المبدأ الذي تعامل به أهل السنة والجماعة. أنا أقولها دوما، الفجور هذا محرم، يعني حتى لو مع كافر فلا يجوز أن تفجر معه، لا أنت تعامل معه بعدل وإنصاف. لو كان هذا الكلام الذي قاله السيوطي قاله غير السيوطي من أئمة أهل السنة والجماعة وخصوصا من السلف الصالح كنت لتتأول، لكن طالما الكلام قاله السيوطي اللي هو عندك يعني ملعون وداخل النار ومش عارف شو، لا سوف تأخذ بأسوأ ظن ممكن وتنزله على السيوطي. وبعدين يا محمد بن شمس الدين، أنا مشكلتي ليست مع الآية القرآنية عياذا بالله، ولا مشكلتي مع الحديث النبوي، أنا مشكلتي كيف أنك تفسر الآيات وتفسر الأحاديث وبعد ذلك تنزل الأحكام من كيسك وتحكم على الناس بالجنة والنار. نفس منهج علي منصور الكيالي ونفس منهج صابر مشهور. طبعا كثير من الناس بيقول لك الكيالي كذاب، الكيالي عم بيقول لك قال تعالى، فانت عم تكذب الله ما عم تكذبني يا اخي، انت عم تكذب الله، فلما عم تكذبني عم تكذب ما قال الله. وسنرى كيف تكذبون ايات الله، سوف ترى انك مع ابليس بجهنم، سوف نرى انكم انتم الكافرون بهذه الايات، وتعتبر حالك مسلم انت مثل ابليس، لا تنفذ هذا الامر. انما لو كفرتموني فقد كفرتم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا الشرح اخذته من قوله تعالى لا اله إلا الله. أخيرا أعرض لكم مقطعا كنت قد عرضته في الحلقة السابقة وقد علق عليه بعض الناس وقالوا لي أنت تهجمت على محمد بن شمس الدين. لا، أنا لم أتهجم، هو الذي قرر أن يبدأ الهجوم وقرر أن يبدأ التسافل على الناس التي ردت عليه في موضوع السيوطي، فلذلك أنا رددت عليه بنفس الأسلوب. يقول للذي قال السيوطي إمام قبحك الله
أنا أقول له نفس الشيء. يقول للشيخ أبو عمر الباحث ويقول للناس التي قالت أن السيوطي لما يقول أنه يستغيث بمعنى يستعين قاتلهم الله وأخزاهم الله، أنا أقول له أيضا قاتلك الله وأخزاك الله. طيب خلينا نشوف هذا المقطع. هل السفارين استغاث بالنبي كما زعم ذلك التكفيري؟ نقول للتكفيري ذاك الذي كفرني بغير مكفر ثم ذهب إلى الكافر فبرأه وشهد له بالموت على الإيمان. حلو، إذا أنت قد برأت الكافر بحسب لازم قولك اللي هو الإمام السفاريني رحمه الله وجعلته من أهل الإيمان. مو بس كده، لا، جعلته إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وروجت له على أساس أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. وللآن وبعد أن تبين لك أنه قال بنفس قول السيوطي الذي كفرته بسبب تلك المقولة، ما زلت تقول أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ولم تتراجع ولم تكفره إلى الآن. كمل. نقول له إن كان السفارين دعا غير الله واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك أنت لماذا لا تكفره؟ أتعتقد أن دعاء غير الله ليس بكفر؟ إن ثبت ذلك وجب عليك أن تكفره أو أن تبين لماذا أنت لا تكفر من دعا غير الله. أنت الذي ثبت عندك هذا الشيء، أنت اللي بدك تكفر. جيد؟ فإذا لم تكفره فما الدين الذي تدعو إليه الذي يجتمع فيه الإيمان والكفر في شخص واحد؟ الإيمان مع الكفر الأكبر وليس مع الكفر الأصغر أو شيء من هذا. عند ذلك نقول له بداية أنت عليك أن تبين لماذا هذا الإنسان وقد ثبت عندك أنه جاء بالكفر الأكبر ما كفرته. أتساوي بين المسلم الذي أخلص عبادته لله مع الذي أشرك مع الله أحد؟ كلاهما عندك مسلم. إذن ما الفرق عندك بين الإسلام والكفر؟ ما الفرق عندك بين من دعا الله ومن دعا غير الله؟ إذا لم يكن عندك فرق فراجع دينك أنت. راجع دينك أنت. الله المستعان. فعليا هذا هو سؤالي لمحمد بن شمس الدين، لماذا لا تكفر الكافر الذي ثبت عندك كفره؟ أنت قلت أنه لما السيوطي ذكر الاستغاثة في كلامه فهو مشرك بالله، والسفاريني أيضا ذكر هذه الاستغاثة فهو أيضا أشرك بالله، فلماذا لا تكفره؟ هل تساوي بين المسلم والكافر؟ هل تساوي بين الشرك وبين الإيمان؟ هل تساوي بين الكفر وبين الإيمان؟ هل تساوي بين المؤمن وبين الكافر؟ لماذا لا تكفره؟ نفس السؤال الذي أنت سألته للشيخ أبو عمر الباحث أنا أعيد توجيهه إليك. لماذا لا تكفر السفاريني؟ هل أنت جبان؟ هل أنت لا تقدر على تكفيره؟ وأنا كما قلت سابقا لا أقول هذا الكلام ليكفره، بل أقول هذا الكلام لألزمه، لأبين أن منهجه منهج متناقض. هو يطلع اللي هو عاوز من خانة الكفر ومن خانة الشرك ويدخل اللي هو عاوز. هذه هي المنهجية الفاسدة التي أنا تكلمت عنها، وليس هذا المقطع أصلا والله دفاعا عن السيوطي، لا، وإنما لبيان تناقض محمد بن شمس الدين ومنهجيته الفاسدة. وإلا فإن السيوطي رحمه الله قد بينا بالدليل أن الرجل لا يقصد الاستغاثة اللي هي الشرك بالله، لا يقصد الاستغاثة بمعنى دعاء غير الله. بينا هذا الكلام ولا نحتاج لأن نبينه أكثر، وإنما هذا المقطع لبيان تناقض محمد بن شمس الدين الذي لا يستحي من التألي على الله عز وجل وعلى أن يحكم بكفر شخص معين وعلى أنه سوف يدخل النار. خلينا نشوف. شيخ، هل كان حكمك للسيوطي بعدم المغفرة تألي على الله؟ أنا قلت إذا غفر الله للسيوطي سيغفر للنصارى بس، لأن السيوطي أشرك والنصارى أشرك، وإذا غفر للسيوطي سيغفر للروافض. السيوطي يستغيث بغير الله والروافض يستغيثون بغير الله. فدي هي الخلاصة. محمد بن شمس الدين يحكم على الناس أعيانا ويتألى على الله عز وجل، ويحكم على الناس بالجنة والنار، ويحكم على الناس من غير دليل ولا وحي ولا غير ذلك، من غير أن يعلم هل الله عز وجل سوف يغفر للسيوطي أو لا، لا يعلم هل السيوطي تاب من هذه المقولة أو لم يتب منها، لا يعلم هل قالها في معرض كلامه مثلما السعدي رحمه الله لما جاء لقوله تعالى يا حسرة على العباد ذكر أن الله يتحسر، هكذا يعني في معرض الكلام أخطأ. فالسيوطي يعني عنده كم من مجلد، كم من كتاب، فهو يتصيد يعني كلمة من هنا كلمة من هناك كلمة من هناك، زلة من هنا على زلة من هناك، ويبني عليها أنه هذا الشخص من أهل النار يقينا، وأنه هذا الشخص كافر يقينا، وأنه هذا الشخص لن يغفر الله له، لأنه لما يقول لن يغفر الله له يقينا هو في النار، طالما الله لم يغفر له إذن هو من أهل النار، فهو حكم عليه أنه من أهل النار. والحديث يذكر لنا أن الله عز وجل سوف يدخل عبدا مؤمنا كان مجتهدا في العبادة إلى النار، لأنه
قال عن أحد العباد الفساق أن الله لن يغفر له، نفس كلمة محمد بن شمس الدين، لأنه قالها على غيره. فالله عز وجل أدخل هذا العبد الذي كان فاسقا في الدنيا للجنة، وأدخل هذا العبد الذي كان مجتهدا في الدنيا للنار، لأنه تألى عليه وقال كلمة أفسدت دنياه وآخرته. فمحمد بن شمس الدين قد تكون هذه الكلمة فعليا هي التي أفسدت دنياه وآخرته وجعلته بهذا الشكل، وجعلت كل من كان يحبه سابقا صار يرد عليه، وكل من أحسن به الظن سابقا صار يرد عليه. كيف لا وهو بنفسه لما أحد الأشخاص قال أنا أحسن بك الظن، شوفوا كيف رد عليه. أظن بك خيرا وتعلمت منك الكثير، أنت عاطفي ومتسرع في الحكم، لا أريد أن تحسن الظن بي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يبتليك بمثل ما ابتلاني به لا زيادة، وأن يطعن بعرضك كما طعن بعرضي، يسلط عليك الظالمين، الظالم يسلط على الظالم، والله سبحانه وتعالى له سنن في الكون. فنراك لاحقا إن كنت عاطفيا أم لست بعاطفي. إن كنت عاطفيا تغار على شرفك وعرضك وعلى والدتك وعلى أهلك، أم قليل شرف لا تغار عليهم ولا تغار على نسبك ولا أهلك. لعل الله يفعل، لعل الله سبحانه وتعالى يسلط عليك الظالمين فنرى أنت وكل من يقول في كلامك. ولا داعي للمقدمات هذه، أحبك ولا أحبك، فهذه العواطف لا تمشي معي. طيب، فبعد هذا لماذا أنا أحسن الظن به؟ إذا كان هو لا يحسن الظن بإخوانه ويأخذ الظنون على أسوأ مظنة، وكان يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وكان يسيء الظن في علماء المسلمين وفي إخوانه المسلمين، فأنا بدوري لن أتعامل معه بحسن الظن، لأنه لا يستحق حسن الظن ولا يستحق أن نتعامل معه بحسن الظن. لذلك الأسلوب من هنا لقدام حيكون بهذا الشكل، لأنه هو الذي اختار. لما يأتي لشخص يدافع عن السيوطي، يا سيدي فرضا أخطأ، تأتي تقول قبحه الله، أخزاه الله، قاتله الله، يا سيدي هو متأول في المسألة، الرجل يعتقد أنه استغاثة بمعنى استعان، أنت تأتي وتقول أنه يبيح الشرك، تقول قاتله الله، تقول أخزاه الله، وتقول عنه كلام أنا عادة لا أقوله على الكافرين، أنا عادة لا أقوله في من كفر، وأنت نفسك لا تقوله عادة في الكافرين. فسبحان الله، يعني أنت اخترت لنفسك أن تعامل بهذه الطريقة، فاستحمل بقى، ومو أنا بس، يعني كل الناس سوف يرون منهجك، وسوف يرون قذارة المنهج الذي أنت عليه، وسوف يتبرؤون من هذا المنهج، والأيام بيننا قريبة إن شاء الله. وبس دي كانت كل حاجة يعني في هذه الحلقة. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت على إعجابكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. إن أصبنا في شيء فهو بتوفيق من الله عز وجل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا. هذا ما أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.